وباش يضمن باللي غيخرج من تما بسلام شد سيلفيا بنت المليونير راهينة وحط الفردي على راسها وهرب بيها في السيارة مجهدة وهما هاربين. ويل داز فوق واحد الفخ ديال المسامير. كيبدا الفيلم ديالنا في واحد العالم غريب ومرون شوية، عالم اللي العملة الأساسية الوحيدة فيه هي الوقت. يعني ما كاين لا درهم لا أورو لا دولار، كاين غير السوايع والدقائق. وهذا العالم قسم من 12 منطقة زمنية، غاديين من المناطق اللي فيها غير الفقراء والمكحطين حتى كنوصلوا للمناطق ديال الأغنياء واللي عندهم الوقت كيشيط. السيستيم ديال هذا العالم داير هكا: بنادم اللي كيتزاد كيبقى يكبر عادي حتى كيوصل 25 سنة، وتما كيحبس ليه العمر البيولوجي. يعني ما كيبقاش يشرف وجهه ما كيتكمش، ولكن غير كيوصل 25 سنة كيبدا واحد الكونتور كيدور في يده في عام واحد ديال الصلاحية، وإلا بغى يعيش كتر خصو يخدم باش يصور الوقت ويزيدو في يده. يعني اللي عنده الوقت بزاف يقدر يعيش للأبد وما يموتش نهائيا، واللي مسكين مكحط وما عندوش غير كيسالي ليه الكونتور كيطيح ميت في بلاصتو. هنا كنتعرفوا على البطل ديالنا سميتو ويل، وعنده دابا 28 سنة في عمره. يعني راه داز ب3 سنين على ديك 25 سنة. ويل عايش مع الأم ديالو ريتشل، واللي كتشوفوها وكتقول هادي راه في الثلاثينات، ولكن في الحقيقة راه عندها 50 سنة، حيت كيف قلنا كل شي كيحبس في الشوفة ديال 25 سنة. قبل ما يخرج ويل للخدمة احتفل بعيد ميلادها، وهي مسكينة كاعية عليه وعطاتو نص ساعة من عمرها باش يقدر يتغدى بيها في الزنقة. ويل خارج للزنقة فين كيقيل يضرب تمارة، وفي الطريق شاف واحد المنظر كيدمي القلب. واحد خينا طايح ميت في الزنقة حيت وقته تقاضى وما لقى اللي يعطي ثانية وحدة. ويل كمل طريقه، خدم النهار كامل، وفي الاخر ديال النهار قبض الخلصة ديالو اللي هي عبارة عن شوية ديال الوقت زادوا ليه في يده باش يكمل العيشة. ملي سال الخدمة مشى عند صاحبه بوريال باش يشربوا شي حاجة ويرتاحوا، وتما في البار ويل شاف واحد الراجل غريب داخل وباين عليه ماشي من هاد المنطقة. هاد خينا كان هز في يده قرن كامل والكونتور في يده كيشعل بالضوء الخضر. ويل قرب عنده وبدا كيحذره وقال له: اصاحبي هادشي اللي كدير فيه راه خطر، راه الشفارة غيشموا ريحة ديال هاد الوقت وغيقتلوك عليها. وهما كيهضروا صدق هداك الشي اللي خاف منه ويل. دخل عليهم واحد المجرم قبيح سميتو فورتس ومعاه العصابة ديالو اللي هما معروفين بخاطفي الوقت. هاد فورتس ناوي يقتل هداك الرجل الغريب ويهز ليه ديك 100 سنة كاملة، ولكن ويل دار الرجولة ودخل في الوقت المناسب وقدر يهرب هو وهداك الرجل لواحد البلاصة مخبية. تما ويل تعرف على هاد الراجل وعرف باللي سميتو هنري وعمره الحقيقي 105 سنين. هنري عاود لويل باللي هو عيا من هاد الحياة ومكتئب بزاف حيت كيشوف الناس كتموت كل نهار غير حيت ما عندهمش دقيقة أخرى، بينما الأغنياء كيكنزوا السنين. هنري شرح لويل باللي العالم قسم لهاد المناطق 12 باش الأغنياء يجمعوا الفقراء في بلاصة وحدة ويستغلوهم بحال العبيد ويخليوهم ديما مخلوعين من الموت باش ما يفكروش في الثورة. هنري وصاويل وقال ليه لازم تنعس في مكان آمن ورد بالك من وقتك مزيان. في الصباح ويل فاق من النعاس وشاف الساعة ديالو تصدم، لقى بلي هنري وهو ناعس نقل ليه كاع ديك 100 سنة اللي كانت عنده. وفي ديك اللحظة ويل طل من السرجم وشاف هنري واقف على حافة ديال واحد القنطرة وبقى كيشوف فيه حتى تقضى ليه الوقت اللي خلاه لراسو وطاح ومات من طاحر. ويل بقى مصدوم ولكن دغيا جمع راسو وجرى عند صاحبه بوريال باش يعاود ليه على هاد الكنز اللي طاح عليه. ويل دابا ولا في يدو كنز قرن كامل ديال الوقت، ولكن الفرحة ما كملاتش. مشى كيجري للمحطة ديال الطوبيس باش يستنى الوالدة ديالو ريتشل اللي كانت راجعة من الخدمة. المسكينة كانت فرحانة حيت غتلاقى بولدها، ولكن الصدمة كانت كبيرة. ملي جات تركب قال ليها الشيفور باللي الثمن التذكرة تزاد للدوبل، يعني عوض ساعتين ولات خصها تخلص 4 ديال السوايع. هي مسكينة ما كان بقى ليها في الكونتور ديالها غير ساعة ونص، يعني ما قداتهاش باش تركب. ريتشل بقات كترغب في الشيفور ولكن في هذا العالم ما كانش الرحمة. قال لها الوقت هو الوقت. ريتشل ما لقات حتى حل من غير انها تحط رجليها للريح وبدات كتجري بكل جهدها لجهة ولدها، والعداد في يدها بدا كينقص ثانية مور ثانية ومن 5 دقايق حتى 4 دقايق. ويل حتى هو ملي شافها ما جاج فهم باللي كاين مشكل وخرج كيجري لجهتها بحال المسطي. كنشوفو لقطة سلو مويشن كتقطع القلب. ويل كيجري من جهة
وريتشل كتحاول توصل ليه من جهة أخرى. ويل قرب يلمس يدها باش يعطيها من وقته وينقذها، ولكن في الجزء الأخير من الثانية العداد ديال ريتشل وصل للزيرو. ريتشل طاحت بين يديه ميتة وفارقها بالسنتيمترات قليلة. هاد اللقطة خلات ويل يتشحن بواحد الغضب وكره كبير لهاد السيستيم الظالم. ويل قرر باللي ما غيبقاش يتفرج، خلى المنطقة ديالو دايتون، وهو المنطقة ديال الفقراء، وقصد نيو غرينيتش، المنطقة اللي كيعيشوا فيها الناس اللي ما كيموتوش. تما كلشي هادي وكلشي كيتحرك بشوية، حيت الناس عندهم آلاف السنين، يعني ما مزروبينش. ويل بدا كيتعود على هاد العيشة، لبس مزيان ومشى لواحد الكازينو كبير باش يلعب البوكر. تما تلاقى مع واحد من أغنى رجال الأعمال سميتو فيليب ويس. هاد خينا عنده ملايين السنين. ويل دخل معاه في قمار صحيحة، وبفضل الذكاء ديالو قدر يربح له وياخذ منه ثروة ديال الوقت. تما فيليب تعرف عليه وعجبو الحال، وعرفوا على بنته سيلفيا وعزموا للحفلة ديالهم في القصر. ولكن في الوقت اللي ويل كيحاول يندمج مع الأغنياء، كاين واحد الشرطي قبيح سميتو راي. بدا كيشم ريحة ويل. راي شك في موت هنري داك الشايب اللي انتحر، وبدا كيتبع الآثار ديال ديك 100 سنة فين مشات عن طريق كاميرات المراقبة، حتى وصل للخيط اللي كيدي لويل وسط الحفلة ديال الأغنياء. وسط الحفلة والناس ناشطين، دخلوا راي والبوليس ديال الوقت واقتحموا المكان. اعتقلوا ويل وبداو كيستجوبوه، وقال ليه منين جاك هاد الوقت عشيري؟ انت غير شفار وقتلتي هنري. راي بلا ما يستنى صادر كاع الوقت اللي كان عند ويل، وخلى ليه غير ساعتين باش يرجع للمنطقة ديال المحاكمة. ويل عرف باللي هذه هي النهاية إلى ما دار والو، وبذكاء وسرعة كبيرة قدر يغلب البوليس اللي حارسينه، وسرق الفردي ديال واحد فيهم. وباش يضمن باللي غيخرج من تما بسلام، شد سيلفيا بنت المليونير الرهينة وحط الفردي على راسها وهرب بيها في السيارة مجهدة. وهما هاربين، ويل داز فوق واحد الفخ ديال المسامير اللي حطوه البوليس، والسيارة تفرقعات وتقلبات بيهم بجوج. في هاد اللحظة جاو شي شفارة صغار وحاولوا يسرقوا سيلفيا وهي مغيبة، ولكن البوليس قربوا هربوا الشفارة. ملي فاقت سيلفيا وشافت في ساعة ديال الوقت تصدمات. الشفارة قدروا يسرقوا منها كاع الوقت اللي كان عندها، وبقات عندها غير 32 دقيقة باش تعيش. دابا ويل وسيلفيا بنت الغني والولد الفقير بقاو بجوج في الهوا سوا، محبوسين في منطقة الفقراء، والوقت كيسالي ليهم والبوليس تابعينهم في كل قنت. ويل وسيلفيا دابا واحلين، الوقت كيهبط والبوليس موراهم. ويل دغيا فكر في صاحبه بوريال، داك اللي كان عطاه 10 سنين من ديك 100 سنة اللي لقاها. مشى عنده للدار باش يطلب منه شوية د الوقت يسلك بيه راسو هو وسيلفيا، ولكن الصدمة كانت خايبة. القابل اللي بوريال مات، المسكين ما ولفش يكون عنده داك الوقت كامل، وبقى كيشرب ويسكر بلا قياس حتى وقف ليه القلب ومات وهو عنده سنين في يدو. ويل ما بقى قدامه حتى حل، مشى هو وسيلفيا وباعوا واحد الحلق ديال الألماس كان عند سيلفيا، والمصيبة انهم عطوهم فيه غير يومين ديال الوقت. ومن بعد ويل عيط للاب ديال سيلفيا فيليب ويلز وقال ليه بواحد الصوت فيه تهديد، بنتك عندي، وإلا بغيتيها ترجع حية خصك تحط لي 1000 سنة ديال الوقت كفدية وتفرقها على الفقراء في بنك الوقت خلال 24 ساعة. فيليب اللي هو رجل أعمال بارد القلب ما تسوقش بزاف وقرر ما ينفذش الطلب. سيلفيا هنا تفقصات وعرفت باللي الأب ديالها كيبغي الوقت والفلوس كتر من بنته. قالت لويل أنا ما بقيتش رهينة عندك، أنا دابا معاك في هاد الحرب. وفعلا بدات سيلفيا كتساعد ويل، وملي جا البوليسي راي باش يقبض على ويل من ظهره، سيلفيا كانت قادة بالكاد وهزات الفردي وضربات راي باش تحمي ويل. هنا بدات الرحلة ديال بوني وكلايد. ويل وسيلفيا قرروا يهجموا على الأبناك ديال الوقت اللي كاينين في مناطق الفقراء، كيدخلوا بالطوموبيلات وكيفرقعوا البيبان، كيهزوا الكبسولات الوقت اللي فيها السنين وكيخرجوا للزنقة كيفرقوها على كاع الناس المكحطين. هاد الشي دار واحد الروينة كبيرة في السيستيم، والبوليسي راي جن جنونو بقى تابعهم من منطقة لمنطقة. بينما هما هاربين طاحوا في يد داك المجرم القبيح فورتس والعصابة ديالو. هاد فورتس شد ويل وقال ليه انت داير فيها بطل،
اجي نلعبوا اللعبة ديال الموت. اللعبة هي انهم كيحطوا يد في يد، واللي عنده قوة الشخصية والتركيز كتر كيسحب الوقت ديال الاخر بالمغناطيس اللي في يدهم. فورتس بدا كيسحب في وقت ويل بكل ثقة، ويل كنشوفوه كيضعف والعداد ديالو وصل ثواني قليلة. ولكن في اللحظة اللي فورتس كان كيسحاب ليه باللي ربح، ويل قلب عليه اللعبة بذكاء، حيت ويل مولف كيعيش على الحافة وما عنده ما يخسر، وسحب كاع الوقت ديال فورتس في رمشة عين. فورتس طاح ميت، ويل جبد الفردي وعطى العصابة ديالو كاملين على ايش كيقلبوا وصفاها ليهم كاملين. ولكن المصيبة الكبيرة هي ان الاغنياء ملي شافوا الناس الفقراء ولا عندهم الوقت زادوا في الاسعار ب 35% دقة وحدة. يعني واخا كتصدق على الناس سنين، السيستم كيغلي عليهم الخبز والماء باش يرجعوهم يطلبوا ويخدموا عبيد. ويل عرف باللي هادشي اللي كيدير ما كافيش، وقرر باللي خصو يضرب الراس ديال الافعى. ويل قال سيلفيا هادشي ديال 1000 سنة راه والو، خاصنا مليون سنة اللي مخبيها باك في الخزانة الشخصية ديالو. سيلفيا وافقت بلا تردد، مشاو اقتحموا القصر ديال فيليب ويز، وسيلفيا دوخات الحرس. وويل دخل المكتب ديال فيليب بقى كيضحك عليهم وقال لهم واخا تديو هاد المليون سنة وتفرقوها، راه العالم غيتقلب وكل شي غادي يبغي يولي مالك وغتوقع كارثة. ويل جاوبو المهم هو حتى واحد ما يموت غير حيت ما عندوش ثانية في يديه. فتحوا الخزانة وهزوا الكبسولة اللي فيها مليون سنة وهربوا بها لجهة منطقة الفقراء، المنطقة 12. البوليسي راي كان تابعهم بواحد الهستيريا، وفي واحد المطاردة في الدروج راي نسى راسو وبقى مركز غير مع ويل، تنسى باللي وقته هو براسو تقاضى. راي طاح ميت وهو كيحاول يركب الاصفاد لويل. ويل وسيلفيا وصلوا للمنطقة 12، حطوا المليون سنة في البنك وبداو الناس كيهزوا السنين ويفرقوها بيناتهم. السيستم ديال المنطقة الزمنية انهار تماما، والناس بداو كيعبروا الحدود بين المناطق بلا ما يسولهم حد، حيت دابا كلشي ولا غني بالوقت. الفيلم كيسالي ويل وسيلفيا واقفين في واحد العمارة عالية كيشوفوا الناس فرحانين وهما باقيين مستمرين في المهام ديالهم وناويين يهجموا على أبناك أخرى باش يضمنوا باللي حتى واحد ما غيبقى يتحكم في أعمار الناس. إلا عجبكم ملخص ما تنسوش ديروا جيم وشي كومونتي زوين، ونتلاقاو في فيديو الجاي.